السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. دلوقتي جايب لكم طريقة وموضوع جديد عن زراعة العنب من العقل، والزرع ازاي وتستهم بيه من اول الزراعة لحد ما ينبت معاك المحصول ان شاء الله. دلوقتي انا معاكم هنا شجرتين عنب، واحدة منها هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واحدة هنا منها عنب بناتي، ومنها هنا عنب برضو بلدي. طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اتنين، عندي عنبتين في المنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وراميين وطارحين رمي كتير، عامل لهم شبكة انا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودول بالصلاة على النبي بيجيبوا محصول كتير زي ما انتوا شايفينه. دلوقتي احنا مش هنزرع من البلدي، خلينا في البناتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا احنا نزرع دلوقتي من العقلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزرع من العقلة هنبدأ نجيب ايه عشان ناخد عقلة حلوة، لازم تكون حتة تكون محصولها جديد وتكون تطلع من هنا بشكل سريع. لو ياخد احنا ناخده مثلا العقلة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا عشان فيها ايه، عشان فيها عيون كتيرة اللي هي تخدر منها، نبدأ ناخد ان احنا ناخد العقلة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا خدنا العقلة دي دلوقتي. طبعا انا اخترت العقلة دي عشان عقلة فيها عيون كتيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا احنا نبدأ دلوقتي نقص تمام، وما المحصول هيصير من الفتحات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ نقصها ونظبطها. خليكم لو ياخد يعني ان احنا اخترنا العقل دولة اللي انتوا شايفينهم قدامكم. طبعا عشان ينجحوا معاك العقل دولة سيبك من طريقة تاني. طبعا انا مش اول مرة اعملها، ده انا جربت كذا طريقة قبل كده ونجحت معايا 100%. طبعا دي العقلة اللي انتوا شايفينها، هيصير النمو والتخدير ان شاء الله من هنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا اخترت دي ليا، مرضيش اختار مثلا واحدة زي دي كده عشان بص فيها عين واحدة هنا وعين واحدة في اخر الدنيا هنا، ده كله مش هيصير منه النمو ايه التخدير. انما شايف واحدة صغيرة زي دي فيها كذا عيون. خلينا بس في الموضوع بتاعنا اللي هو العقلتين، العقل دولة عشان تزرعهم بشكل صحيح هو 100%. تبدأ انك انت تحطهم في النقرة في التربة كده في الرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما حطيناهم كده تمام، هنبدأ اننا ايه نغطي عليهم بالرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هيصير النمو والتخدير من بعد اسبوع، وده بشكل اسرع و100%. طبعا زي ما قلت لكم انا عندي شجرتين هنا، واحدة بلدي وواحدة عنب بناتي. احنا زرعنا من النباتي وان شاء الله اوريكم الفرق بعد مرور اسبوع على الاقل. اوريكم الفرق النمو التخدير عامل ازاي لشجر العنب. والسلام عليكم ورحمة الله.